مساء الخير يا حبايبي، عاملين ايه؟ يلا بقى نتشجع مع بعض. انا جبت الفيديو ده علشان اشجعك. اول حاجة عملتها نزلت بالستاير وزعفت السقف. انتوا بتقولوا ايه، زعفتي السقف ولا عملتي ايه فيه بالظبط؟ البتاعة دي كانت قصيرة، دوختني قوي. مش المفروض يبقوا فاهمين ان انا اصلا قصيرة ولازم يجيبولي حاجة طويلة؟ مسكت السقف كله عملته. الريشة دي مهمة جدا ان انتوا تجيبوها لانها سهلة قوي، تساعدك في تنظيف النجف. تمام. لازم تتشجعي وتقومي، يعني انتي لو انتي هتشوفي الفيديو بالليل، نامي واصحي بدري وابتدي ان انتي اعملي بيتك. وهقولك مثل كانت تيتا الله يرحمها بتقوله: افرش بيتك ورشه ما تعرفش مين يخشه. وحاجة تانية برضو، الحاجة البدرية منسية، صح؟ مش كانت برضو امهاتكم وجداتكم كانوا بيقولوا لكم كده؟ بصوا، انا مسكت الشبابيك دي كلها، انا شلتها وغسلتها. طبعا كان في سلك ثابت دوخني، معرفتش ان انا اشيله، فعملته بتاعه دي مش ريشه، دي بتاعه العربيه يعني، بس بصراحه ساعدتني كتير. تمام. طبعا انا هنا عندي في اوضه الليفينج، انا هنا الفروشات دي عامله لها كفرات. فكره الكفر فكره فاشله، بس الى حد ما برضو ان انتي يعني بتريح. يعني انا في اللي عمل لي الكفر، الله اعلم، يعني هو مش عيب، ده هو كل كفرات مع الوقت بتعمل كده في القعدة، بتبقى شكل الكفر. لا، انا كان عندي ان انا اجيب اقمشة شيك واحطها، كان هيكون اشيك. طبعا اهم حاجة بقى، كانت مامتي تنطقم الحاجة لما يجي نعمل اي حاجة في البيت تقولك: الكنار بتاع البلاط عايزاه بيبرق، عايزاه يبقى شكله، يعني لازم تلفي بيه كله بالمكنسة اللي بالكهرباء. تمام. طبعا يعني انا مؤمنه من عشاق الجاز، يعني انا كده قريب كده ان شاء الله ابقى مدمنه جاز. انا بحب قوي يا جماعه الحاجات اللي هي المنظفات. تلاقوني اعشق الفينيك، اعز واحترم الجاز. يا سلام، الجيتول ده ليه غلاوه عندي زي غلاوه هرسه الشطه. طبعا مسكت باب كل اوضه، انا مسحته بميه باريال، وبعد كده فوطه فيها دوني بتخلي ريحه الشقه جميله قوي. ومسكت الشبابيك كلها غسلتها. هو الالميتال فيه ميزه ان هو سهل الخلع وسهل التركيب. كده خلصنا اول اوضه. انتي لسه ما عملتيش حاجه؟ قومي بكره وتقولي لي عملتي ايه. ولعت القران وحطيت معطر وخلصنا اول اوضه. نسكت بقى؟ لا طبعا ما نسكتش. طفينا النور بس رايحين حته تانية. دخلنا على الاوضه التانية. بصي، انتي بمجرد ما بتسخني الموضوع بيبقى سهل عليكي على فكره. دي اوضه تانية مش نفس الاوضه يا نسات ويا مدامات. مسكت كل برضو نفس اللي طنطك الحاجه قالت لك عليه، الكنار بتاع البلاط، ومسحتها مسحه كويسه برضو بمعطر، والشباك بتاعها اتغسل واللي احنا عملناه كله تمام. كل الحاجه اللي احنا عملناها في اول اوضه من باب لشباك عملناه برضو المره دي. النظافه حلوه قوي يا حبايبي والله. يعني النظافه من الحاجات اللي تحسي فيها انتي نفسك لما بتنظفي البيت بتاخدي طاقه ايجابيه قوي. لما ترمي الكركبه اللي موجوده في البيت بتاخدي طاقه حلوه. طبعا اللحاف ده تتشال برضو، اتغسل غسله سهل جدا. يعني حطيه في ميه باريال بكلور الوان، حطيه في البانيو وسيبيه كام يوم كده، بتلاقي الدنيا زي الفل. اتمنى ان انتي تتشجعي وتقولي لي بكره انتي عملتي ايه في الكومنتات، تحكي لي برضو خلصتي كام اوضه من الشقه. مش اوضه، يعني قسمي الشقه حسب مساحه الشقه عندك، قسميها مثلا على 3 ايام، بس خلي يوم كامل للمطبخ لوحده. ان شاء الله انتي هتنشطي وهتقومي تعملي وهتقولي لي، واشوفكم في فيديو جديد وتصبحوا على خير.